هلو. لو انت استفدت مننا قبل كده باي معلومه في الدايت، يا ريت تعمل لي لايك للفيديو ده، عشان زي ما قلنا قبل كده ان اليوتيوب بيرجع تاني يدعم محتوانا للناس المهتمه بالدايت. ما تنساش ان انا معاك كده كده في رحلتك. احنا هنتكلم النهارده على فيتامينات ومعادن لو ما خدتهمش منظومه حرقك بتقل 60% احيانا لو انت عندك نقص فيها، فممكن مجهودك يضيع كله لو انت ما خدتهمش. ركز معايا وهقول لك كل حاجه وهقول لك تاخدهم ازاي. بس عايزك تكتب لي في الكومنتات دايما ايه الاعراض اللي عندك بعد ما تشوف الفيديو عشان تفهم بالظبط انا عايز منك ايه، وخلينا نعملها مع بعض. هقرا كل الكومنتات وهرد عليها. اعمل لي لايك وكمل الفيديو للاخر، ما تقفلوش عشان اليوتيوب يرجع تاني يدعم المحتوى بتاعنا لكل الناس المهتمه بالدايت. بص، في 5 فيتامينات لو انت مش بتاخدهم فللاسف منظومه حرقك اقل من العادي 10%. في 5 معادن بقى لو انت مش بتاخدهم وعندك نقص حاد فيهم فمنظومه الحرق اقل من العادي بتاعك 40%. فركز معايا وخلي الفيديو ده عندك عشان تعرف الفيتامينات دي هتاخدها ازاي وهي موجوده في ايه، لان صدقني انت ممكن تعلي حرقك بس عشان خدت فيتامين، مش عشان خدت بقى ادويه حارقه والكلام ده. اول حاجه الفيتامين الاول فيتامين د. فيتامين د لو في نقص حاد في فيتامين د فانت منظومه حرقك اقل من 10 ل 15%. فيتامين د لو انت عندك نقص فيه فانت عندك ارهاق عام، احتمال شعرك بتاثر، احتمال حالتك النفسيه مش متزنه. طيب بيجي منين؟ بيجي من الشمس زي ما انتم شايفين كده، دي بتديك فيتامين د كويسه، وموجود في البيض والسمك وموجود في شويه مكسرات. فيتامين د مهم جدا، ده الفيتامين الاولاني فيهم. فيتامين د بيحسن حساسيه الخلايا للانسولين بتاعك، فبيعمل تمثيل غذائي للسكر كويس، للجلوكوز كويس، وللنشويات كويس، فالحرق بتاعك بيبقى منتظم اكتر. رقم 2 فيتامين ب 12، من الفيتامينات المهمه جدا على الحفاظ على منظومه حرق عاليه واداء الجهاز العصبي بتاعك بصوره كويسه. فيتامين ب 12 موجود في اللحمه وفي السمك وفي البيض، هو اصلا من ضمن ادواره ان هو يحول الاكل اللي انت بتاكله لطاقه، فدي جزء مهم في منظومه الحرق. لو فيها مشكله وعندك نقص في فيتامين ب 12 فهيبقى لازم تاخده عشان يحسن منظومه الحرق بتاعتك. فيتامين سي ليه دور فعال جدا في انتاج الكرياتين. الكرياتين اللي هو بيحول الدهون بتاعتك لطاقه، فدي عمليه مهمه جدا في منظومه الحرق بتاعتك. فيتامين سي موجود في الحاجات اللي احنا عارفينها، في الفلفل الالوان، في الفلفل الاحمر، موجود في الليمون، موجود في الجوافه، موجود في الفراوله، موجود في البرتقال، فينفع ناخد فيتامين سي. لو عندك بقى انيميا لازم تاخد فيتامين سي، لان فيتامين سي بيساعد في امتصاص الحديد اللي احنا هنروح له في شويه معادن مهمه. لو عندك نقص فانت حرقك قليل قوي، 40% ده كتير. فدي تالت فيتامين معانا. رابع فيتامين فيتامين بي 6، وده مهم جدا جدا جدا، وانصح الناس ان هي تاخده لانه مهم قوي. بي 6 ليه دورين مهمين جدا في منظومه الحرق. ليه دور في ان هو ينتج السيروتونين اللي بيحافظ على اتزانك النفسي والهدوء، ان انت ما تبقاش دايما عاوز تاكل عشان ترفع السيروتونين. لو انت عارف الناس اللي هي بتقول لك ايه، انا بيجي لي اكتئاب لما ببدا دايت، السيروتونين بيحل دي. وليه دور فعال جدا في الحفاظ على اداء الغده الدرقيه بصوره كويسه. فاذا ان فيتامين بي 6 مهم في الغده الدرقيه المسؤوله عن الحرق، وفي السيروتونين المسؤول عن الحاله النفسيه بتاعتك والتوتر اللي بيجي مع الدايت في بدايه الدايت. خامس فيتامين معانا فيتامين اي، مهم جدا في الاستشفاء العضلي لو انت بتروح جيم، وهو اصلا مضادات اكسده عاليه جدا جدا جدا، فده من الحاجات المهمه جدا. دي الفيتامينات لو عندك نقص قول لي، ممكن تعمل انت سيرش على جوجل مثلا عشان تشوف ايه اعراض نقص كل فيتامين منهم، واكتب لي في الكومنتات انا عندي نقص كذا ممكن اخد ايه، هقول لك تاخد ايه الجرعه او كده. وخلينا مع بعض في الخمس معادن اللي برضو بتاثر على منظومه الحرق لو فيهم نقص 40% حرق قليل. الفيديو ده مهم، خليه عندك عشان تشوف كل الحاجات دي حتى انت مع نفسك. انا مش عاوز اخليه علمي طويل قوي، فانت ممكن تجيب الاعراض نقص كذا وتشوف ده عندك ولا لا، وتكتب لي في الكومنتات. ما تنساش المعادن بقى المهمه اللي بتاثر برضو على منظومه حرقك. الزنك، لو عندك نقص في الزنك فعندنا مشكله. الزنك بيحافظ على مستوى كويس من التستوستيرون اللي هو هرمون مهم جدا في بناء الكتله العضليه. لو في نقص ضوافرك بتتكسر، شعرك بيقع، فده من المعادن المهمه جدا جدا، وبيحافظ على اداء الغده الدرقيه بالمناسبه كمان. الزنك موجود في السمك وموجود في الحمص، ده مهم جدا ان انت تاخد اسماك وتاخد حمص كتير في الاسبوع بتاعك لو عندك نقص من الزنك. المعدن التاني وده مهم جدا المغنيسيوم يا صديقي، اتكلمنا عليه كتير قوي 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 يعني. فخلينا نقول تاني اهميه المغنيسيوم في ان هو يحسن حساسيه الانسولين بتاعتك، فدي مهمه جدا جدا جدا. ان هو يحسن اداء الكتله العضليه بتاعتك بصوره كويسه لو انت بتتمرن ما يجيلكش شد عضلي، وان هو يحسن نومك. لو عندك مشكله في الثلاثه دول فللاسف انت عندك مشكله كبيره في منظومه الحرق، لازم تاخد مغنيسيوم. موجود في الموز وموجود في السبانخ وموجود في البروكلي، واحنا قلنا ان انت ممكن تجيبه من الصيدليات في مغنيسيوم جليسينيت او ستريت، وده هيبقى مهم قوي. عندك ارق عام، عندك شد عضلي بيجي لك وانت نايم. ثالث معدن معانا الحديد.
دوره فعال في منظومه الحرق، ويعني دي اكتبوها عندكم في ورقه. بينقل الاكسجين للعضلات عشان العضلات تشتغل. اكتر نسيج بيحرق في جسمك هو العضلات، اكتر نسيج عايز طاقه في جسمك هو العضلات. لو عندك انيميا ما تقعديش تقولي انا مش بحب اخد الدواء بتاعها اصل هي ما بتعلق، يعني هو لازم نعليها لانها مش هتخسي الا لو الانيميا بتاعتك راحت، والا لو مستوى الحديد عندك عالي. موجود في السبانخ وموجود في اللحمه الحمراء، وممكن تاخده برده من الصيدليه على حسب لو انت عندك نقص. ويا ريت وانتوا بتعملوا تحليل للانيميا تعملوا معاه سيرم فيراتين اللي هو مخزون الحديد. خلوا الفيديو عندكم عشان فيه تفاصيل كتير قوي. لو عندك ارهاق عام في الاغلب عندك انيميا. لو عندك مجهود بدني بتاعك بتنهك كتير وبتبقى مش قادر اول ما بتعمل مجهود بدني في الاغلب عندك انيميا. فده برضو ايه من المعادن المهمه قوي. اخر معدن معانا عملت عليه فيديو لوحده وخسس ناس كتير جدا، يعني ده بس خسس ناس كتير جدا. لما خدوه قالوا لي والله يا دكتور احنا ما كناش بنخس وخسينا لما خدنا السيلينيوم. سيلينيوم مضادات اكسده، سيلينيوم بيحافظ على اداء الغده الدرقيه. اي حد في العيله عنده ناس عندها مشاكل في الغده الدرقيه، او بيجي له اجسام مضاده للغده الدرقيه، او المناعه بتاعته فيها مشاكل، السيلينيوم من الحاجات المهمه جدا جدا اللي تاخدها. وانصح دايما انك تاخدها في مكمل غذائي عشان امتصاصها يبقى افضل وتاخد نسبه كبيره قوي. بص في الاخر احنا قلنا رحله الدايت مش هي ان انت بتاكل اكل دايت، مش هي ان انت بتاكل نص رغيف بلدي وجبنه قريش وعامل صيام متقطع. رحله الدايت يا صديقي انك تبقى فاهم ان كل ده هنديره ازاي وهنشتغل عليه ازاي. ما تنساش ان انا مش بس دكتور الدايت، انا صاحبك في الرحله. لو ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت فانت فاتك نص عمرك. ارجع شوف كل الفيديوهات اللي فاتت وخليك معانا خطوه بخطوه عشان المره دي المره الوحيده اللي هتنجح فيها في الدايت. بص خلي الفيديو ده عندكم كده وانتوا هتعرفوا تحتاجوه امتى بالظبط. في الدايت لازم تبقوا فاهمين حاجه، ان هو مش رحله ان انت بتغير فيها وزنك. الدايت هو رحله بتغير فيها كل حاجه في حياتك. فاستمتع بيها، استمتع بكل خطوه صغيره فيها. انت مش هتوصل بسرعه، كده كده مش هتوصل بسرعه. ما تفكرش ان انت هتعمل دايت النهارده وتوصل بسرعه. كل حاجه في الدايت هتعملها استمتع بيها. استمتع بان انت خدت من فلوسك واشتركت في الجيم في مره. استمتع بان انت بقيت بتصحى بدري في مره. استمتع بان انت ظبطت نومك. ده الدايت. الناس دايما بتتكلم في النجاح اكنه حاجه كبيره جدا وبتحصل فجاه، كأن انت نجحت خلاص تاني يوم نجحت والناس بتستضيفك في التلفزيون. مفيش اي حد كده، مفيش حد خالص نجح كده. كده كده في النجاح بيبدأ لما بتاخد خطوات بسيطة. كده كده لما بتاخد خطوات بسيطة بس متصلة وبتحصل كل يوم. انت عمال كل يوم بتقرب اكتر شوية، كل يوم بتعمل حاجة صح اكتر، كل يوم انت بتبقى شايف ده وديب داون هو بيحصل جواك، انت واخد بالك ان هو بيحصل جواك. خليك فاكر دايما ان انت مش محتاج تغيير شامل. تصحى كده من النوم الصبح تبقى كل حاجه اتغيرت فيك. طعم الاكل اتغير، احتياجك ليه اتغير، الرياضه بقيت بتعملها بسهوله. ان كل ده مش هيحصل، هو ده مش هيحصل. لو انت مفكر ان هو هيحصل فهو مش هيحصل. كل ده هيزهقك لانك مستني حاجه مش حقيقيه ومش تحصل. بس التغيير هيحصل لو انت بتستمتع بالحاجات البسيطه دي مع الوقت بالراحة جدا جدا. بص ابني عادات بالراحة مع الوقت صدقني هتنجح. يعني ايه؟ عارفين المثال اللي هو بتاع فيك ات تيل يو ميك ات؟ اخدع نفسك بحاجات. انا ظبطت يومي، ظبطت نومي، خلاص انا بظبط نومك بقى دايما. لو باظ في يوم انت مكمل تاني. في عادات بسيطة كده انت غيرتها وانت عرفت ان انت غيرتها خلاص ما ترجعش فيها. في الاخر انت هتعرف توصل كده. بص فكر في كل مرة انت عديت حاجة صعبة كنت مفكر قبلها ان انت مش هتعرف تعديها وان الوقت ده مش هيعدي بس عديتها. في الدايت كل ما هتعدي حاجة صعبة فكر في كل الأوقات اللي كانت رخمة. كل ما هتعدي حاجة صعبة في الدايت هتبدأ تبني عندك في عقلك إنك بتستطيع أن تقاوم. وكل ما تستطيع أن تقاوم المرة اللي بعدها المقاومة هتبقى أسهل والإغراء هيبقى عبيط بالنسبة لك لأنك عرفت تقاومه قبل كده. لو تعبت فخد نفسك بس اوعى توقف واوعى ترجع. كده كده احنا قلنا ان انت بتبدأ تصلح عادات صغيرة. لو انت مفكر ان الدايت انك تاخد ورقه من الدكتور وتروح توزن الاسبوع اللي بعده وتبقى خسيت 2 كيلو فانت عبيط. انا اسف طبعا فانت عبيط. وهتقع في الدايت وهتفشل زي كل مره فشلت بنفس الطريقه. الدايت هو تغيير حقيقي لافكارك وايمان كامل بنفسك وايمان كامل بخطتك. وادام حطيت الخطه دي اوعى توقفها خلاص. هو ده طريقك وهو ده الخطه اللي انت ماشي بيها. بكره يوم جديد ابدأ بيه بكره وانت ديب داون عندك ايمان كامل ان المره دي انت مش هتعمل دايت باللي هو نص رغيف بلدي وجبنه قريش. انت هتعمل دايت هنا الاول. صدقني هتلاقي ان الموضوع يستحق وهتعرف تنجح. في النهايه اتمنى تكون استفدت من الفيديو. خليك فاكر ان محمود درويش بيقول ليس عندي ما اقول بعد الظهور ولكن كل قلب وان تألم سيظل يتجدد.
وانا معاك، وهنجدد افكارنا تاني في الدايت، وهنرجع تاني نتكلم فيه بصور جديدة جدا. تابعني وشوف الفيديوهات اللي جاية، وارجع تاني شوف الفيديوهات القديمة، وخليك عارف ان المرة دي احنا هننجح في الدايت.